حبيبي، عيونه لحبيبي. أنت بتحبني؟ ليش هذا السؤال؟ خطر ببالي وحبيت أسألك. ايه بحبك وبموت فيكي. يلا اطلعي على الشباك وبلا لعن. أي شباك؟ شباك امي، يعني اي شباك، شباك غرفتك. إيه ما بقدر. وليش بقى؟ بابا قاعد وما بقدر. اهلين ابوكي، انا مشتاق لك، يلا قومي يلا. لك عم قلك ما بقدر. شو يعني؟ يعني ما بحسن. طيب مثل ما بدك، سلام. بعد فترة اتخانقوا، نايمة ومو حاسة، اجتها رسالة على موبايلها: نحن لازم نترك، ما عرفت شو بدنا نساوي. هيك بهالبساطة؟ معقول؟ طيب كيف بدي انسى؟ مع مين بدي اتخانق؟ مع مين بدي احكي وابكي واضحك؟ مين بده يقلي خصومتي سنفورتي؟ قرأت الرسالة ودموعها عيونها ونامت وما حست. بعد ما فاقت قالت أكيد عم أحلم. بترجع تفتح موبايلها وبتشوفها بتكذب على حالها وبتقول مستحيل مستحيل. مرت الأسابيع والشهور وهي لا نام ولا ضحكت وطول الوقت ساكتة. بعد فترة تعبت، حست بنقص قلبها، كانت تتكابر وما تقول لأهلها. تأزمت حالتها واضطرت تروح على المشفى. الدكتور: ليش لهلأ متأخرين؟ الأم: ليش شوفي شبه بنتي. الدكتور: فتحة بالقلب وهلأ لازم تعمل عملية. كان رفيقه لحبيبها هنيك شافها وتفاجأ، شاف أمها عم تبكي وتخفي دموعها. مسك موبايله ودق لرفيقه قال له تعال بسرعة وسكر الخط. حبيبها ركب بالتاكسي ولما وصل شاف اللي كان يحبها، يلي تركها بالسرير الأبيض للدكتور عم يقول المريضة رقم 2 على غرفة العمليات. انصدم وقال له استنى. نزل لعندها وقال له الشبك، ما ردت عليه ودموعها مالية عيونها. سأل أمها شو بها؟ قالت له عملية قلب مفتوحة. متأزمة حط ايده على شعرها وهي ساكتة ومو عرفانة شو بدها تعمل بيلي عمل فيها هيك. قالت بصوت واطي: بحبها، إذا أنا صار لي شي بحبها، كون متأكد إذا أنا متت رح سامحها. طلعت بأمها قالت: بس أمي بحياتها ما رح تسامحها، كون متأكد من هالشي. فاتت على غرفة العمليات وبعد شي ساعة طلع الدكتور متلبك وقال بصوت عالي: طلعوا المريضة رقم 2. ولما طلعوها لقوا وحدة ملفوف مغطى راسها. أمها شافتها وانهارت. الدكتور: آسف، فقدنا المريضة. هون كانت الصدمة الكبيرة. قال تذكر آخر كلمة منها: أمي بحياتها ما رح تسامحك. هون حس فيها، حس بقيمتها، حس بوجعها اللي كان مسبب لها إياه. ندم، تمناها ترجع، بس إمتى؟ بعد ما خسرها، بعد ما راحت. تذكر كلامها وحبها، تذكر لما كانت تقلب بموت كرمالها. كان يفكرها مجرد حكي ويسايرها ويقولها أنا كمان. هون كانت صدمته. كلمة بحبك بدها رجال تحكيها، إذا ما بتعرف شو معناها لا تحكيها. ما بتحس بقيمة الشخص غير لما تفقدوه.